السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنعمل نوع من المقرمشات او الكراكس بفاكهة او البنجر. زي ما حضراتكم شايفين انا سلقته على البخار، وده الاحسن، او شويه في الفرن. ضربته في الخلاط، ضربته في محضرة الطعام لغاية ما بقى ناعم. هبدأ انزل باي نوع دقيق عندي، اي نوع دقيق عندي. انا حباه بذور شيا، طبعا المقادير مفتوحة، يعني اللي انا حباه اكتر منه اكتر. بنزل عليه بسمسم حب وبذور شيا وبودرة بصل، بودرة ثوم، بابريكا مدخنة، ملح. كل ده بنحطه، وده بودرة البصل، وكذلك حبة البركة، ايه كمان ده اللي بحطه، ده بذور كتان مطحون. بذور الكتان مفيدة جدا. والبنجر هتشوفوا الشكل النهائي، مش هتصدقوا ان البنجر ده زيت زيتون طبعا. هناخد كل الخليط ده ونعجنه مع بعض. حطوا بقى البهارات اللي انتوا عايزينها، زعتر، اي بهارات انتوا عايزينها. طبعا هنا انا حطيت كمان بصل اخضر مجفف عندي. شايفين الجمال والمكونات المفيدة للجسم واللون الرائع الجميل وفوائد البنجر اللي لا تخفى على احد. طبعا هنلم المقادير دي كلها مع بعض. نكون مشغلين الفرن على 180 درجة، وكون مجهزة عندي صينية وحط عليها ورق زبدة غير لاصق علشان ما تلزقش. خلي بالكم من الموضوع ده. بعد ما جمعتوا كده المقادير مع بعض، شايفين بقى شكلها عامل عندي ازاي. طبعا كنت حاطه دقيق شوفان، فطبعا كل ما هنتركه شويه يعني هيتماسك مع بعضه، هيمص السوائل ويتماسك زي ما احنا عارفين. يعني نحاول نحط بالتدريج. طبعا انا كده فردته في الصينيه بالمعلقه بكل سهوله بالمعلقه، او في طريقه تانية اللي انا اجيب ورق الزبده وافردها عليه، واحط ورقه زبده تانية وامشي عليه بالمردانه عشان يطلع سمكه رقيق جدا، لانها عباره عن رقائق مقرمشات. كل ما رققتيها كل ما طلعت احلى واجمل وتبقى مقرمشه اكتر. طعمه طلع خطير، اللي هيعمله مره هيكرره مرات. مقرمشات جميله للفطار الصبح، للتسالي، مع المشروبات. طبعا هنا انا فردته على ورق الزبده. هبدا قطعيه بالطريقه اللي تعجبك، يعني قطعيه مثلثات، مربعات، معينات، دواير، بالطريقه اللي تعجبك. هنا انا عملته بطريقه تانية اللي هي ورق الزبده، بين ورقتين زبده ومشي عليه بالمردانه لغايه ما تبقى طبقه واحده رقيقه، ونقطع. ودي برضو طريقه سهله. شايفين اللون الجميل وما شاء الله البهارات اللي محطوطه فيه والبصل والثوم. ده بعد ما طلع طبعا بنقطعه وندخله وشويه نرجع نعيد تاني عليه. شايفين ابني بيوريكم القرمشه اللي فيه، بس الكاميرا هنا في المونتاج قربت شويه. شايفين القرمشه والجمال واللون الحلو.